الكترونيات، ميكانيكا، برمجه، تحكم آلي. لو نفسك تدرس كل ده في تخصص واحد يبقى ميكاترونكس هو مكانك. الميكاترونكس ببساطه هو المجال اللي بيجمع بين الهندسه الميكانيكيه والالكترونيات والبرمجه واجهزه التحكم الآلي. يعني تتعلم ازاي تصمم آلة تفكر تتحرك وتشتغل لوحدها، روبوت في مصنع او سياره ذاتيه القياده او طائرات درونز او حتى الاجهزه اللي بنستخدمها كل يوم. الميكاترونكس هو التخصص اللي ورا كل ده. في ماليزيا دراسه الميكاترونكس مش بس كتب ومحاضرات، هتشتغل عملي في معامل حديثه وتتعلم ازاي تطلع الافكار لمشاريع حقيقيه. انت دلوقتي بتسال هل التخصص ده مطلوب؟ مطلوب. الميكاترونكس واحد من اكتر التخصصات المطلوبه عالميا، لان كل حاجه حوالينا بقت اوتوميشن. لو انت بقى عندك شغف بالتكنولوجيا وعايز تبقى من الناس اللي بتصمم وتطور مش بس بتستهلك، الميكاترونكس هو مكانك. واحنا في بايونير هنسهل لك التقديم في اقوى الجامعات في ماليزيا علشان تبدا مشوارك في الميكاترونكس. كلمنا دلوقتي على الرقم ده وهنساعدك من اول التقديم لحد التخرج. سلام.